بعض الناس يمكن يتصور يقول هذا كلام قديم وكلام مضى عليه الزمان. لا 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 لا, لا. هذا كلام حق ودين وقرآن وسنة، وسنظل نقوله ونعيده في القنوات وفي المحافل وفي كل مكان. وأن نسائنا ولله الحمد والمنة على قدر من الخيرية والصلاح والحشمة، لكن ولو عندنا شياطين يحركون أجنداتهم إما مقلدا أو قاصدا يريد إخراج المرأة من كمالها وعفتها وحشمتها، فلن نسكت على هذا إلا بقول كلمة الحق. الله يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المرأة يجب أن يكون حياءها في كل شيء، في مشيها، في تصرفاتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما خاطب وذكر القرآن الكريم قال ولا يضربن بأرجلهن، يعني هي تمشي ما تضرب برجلها أثناء المشي، ليعلم إيش؟ قال ما يخفين، هي أصلا متسترة، لكن إذا مشت مشية فيها نوع من إخراج الصوت إما خلخال أو ما يسمى اليوم بالكعب، هي تلفت أنظار الرجال. وهذه المرأة جاءت تمشي على استحياء ولا كثرت الكلام، ما قالت